وفي أفق إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، شرعت الدوائر المحلية بطنطان في التحضير لهذه العملية من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمختلف المراكز الاستشفائية بالمنطقة للوقوف على جاهزيتها لهذه الحملة. في المتابعة حفظ محضار غالي قارحي وعبد الرحيم حاج. عديد المراكز الصحية بطنطان تتأهب قبيل إطلاق الحملة الوطنية الموسعة للتطعيم ضد جائحة كوفيد 19. لجان مختلطة في زيارة ميدانية لمختلف المراكز الاستشفائية المحلية للوقوف عند جاهزية هذه المرافق ومدى التزامها بالقواعد الوقائية والضوابط التي تؤمن الشروط المواتية لإنجاح هذه الحملة التي ستنطلق في الأيام القليلة القادمة. زيارة كل المراكز الصحية لإقليم طنطان، حيث وقفنا على جهوزيتها من أجل إن شاء الله تعالى عما قريب غتبدا واحد الحملة ديال التلقيح، واللي من هذا المنبر هذا كنوجهوا واحد النداء لجميع المواطنين والمواطنات بأنهم ينخرطوا فيها بشكل جدي من أجل تعميم هذا اللقاح هذا من هذا باش نوقفوا هذا العدد الهائل ديال الوفيات اللي ولا كاين، وهذا العدد الهائل ديال المرضى اللي ولا كنتوصلوا به يوميا، اللي اصبح بشكل غير مسبوق. الحل الوحيد اللي ولا امام هذا الوباء هذا هو التلقيح. اللقاح الصيني الذي اعتمدته المملكة لمواجهة جائحة كوفيد 19 يشكل الرهان الآمن والفعال للتصدي لانتشار القياسي لوباء كورونا بكل أرجاء البلاد. اختيار ينبني على معياري الفعالية والأمانة، حيث أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت سلامة ونجاعة هذا اللقاح الذي يتطلع إليه المواطنون من أجل كبح جماح الجائحة العالمية. قالوا بأنه لقاح مزيان ومفيد للناس، ورانا نتسناو غير وين تيجيبوه. على حسب ما سمعنا قالوا بأنه غادي يبداو فيه إن شاء الله ونهار 4 في شهر 12، ورانا مستعدين باش نلقحوا ضد هذا الفيروس ديال كورونا، لأنه والله يستر دابا كيف سمعتوا راه كثرت الوفيات بزاف وكثرت الأعراض بزاف والناس ولات كتعادى. صافي عيينا احنا من الكونفين، وصافي ملينا لا ولادنا ولا حنا، لا خروج لا تحراك لا، صافي خاصك تخرج هكا مسدود، تدخل مسدود كمامه من مثلا ها المعقم ها هو في الجيب ولكن كيف بغينا نشوفوا ناس اخرين هما اللي جربوه صافي تبتت انه الفعاليه ديالو مزيانه، وانه راه ما غادي يوقع لنا حنا والو، ما غتكون عندنا شي مضاعفات اخرى. حنا مستعدين، يعني مستعدين الوقت اللي قالنا ديروا اللقاح مستعدين نديروا اللقاح الا كان فيه الضروري. راه وزيد كاع من الفوق ما غتقدرش وزاره الصحه دير لنا شي حاجه خطر على صحتنا وعلى وليداتنا وعلى وليدات المسلمين الجامعين. الا كان هذا الشيء غيتوقف لنا هذا الوباء، حنا مستعدين نديروا اللقاح، حنا مستعدين. حملة الأمل لمجابهة الانتشار المهول لوباء كوفيد 19 الذي أوقع ما يزيد عن 356 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن 5800 حالة وفاة منذ بداية تفشي هذا الفيروس بالمملكة مارس المنصرم. حملة تطعيم ستعطي الأولوية على الخصوص في مراحلها الأولى للعاملين في الخطوط الأمامية كالصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والتعليم والأشخاص المسنين والفئات الهشة قبل توسيع نطاقها. صحيا